كلمتين. تست دو كيوريوسيتي. اوكي، بلش مع بونو. بونو، من أفضل حارس مرمى في تاريخ المغرب؟ بدو الزاكي. اوكي. يوسف، من أفضل محترف في تاريخ المغرب؟ بن عطية أو النيبت أم غيرهما؟ بجوج. لي دو. اوكي. بونو، من أفضل مدافع لعبت بجواره؟ جواب صريح. كمغربي نقول المهدي بن عطية، هو اللي لعب معايا. اوكي. اوكي. يوسف، من أفضل مدرب أشرف على تدريبك؟ هيرفي رونالد. إغفي رونالد. بونو، من أفضل لاعب مغربي حاليا في الوقت الحالي؟ وحدايا يوسف النصيري. طيب. يوسف، من أفضل لاعب مغربي عبر التاريخ؟ اللي يحسك هتقول بونو هلا. الباجة. اوكي. بونو، من أصعب مهاجم واجهته؟ ميسي كريستيانو رونالدو. اوكي. يوسف، من أصعب مدافع وحارس مرمى لعبت ضده؟ كورتوا وراموس. راموس. بونو، من أفضل حارس مرمى في تاريخ كرة القدم وحاليا بالوقت الحالي؟ يعني اسمين. بالنسبة للفريق اللي كيلعب في واحد ستايل بحال برشلونة تير شتيغن، وفي الستايل الآخر يان اوبلاك. بونو، لو عدت إلى المغرب أي فريق ستمثل؟ هل الوداد مجددا؟ بالطبع فريق الأم، فريق الوداد الرياض. يوسف، لو عدت إلى المغرب أي فريق ستمثل؟ المغرب الفاسي. أوكي. بونو، من أفضل محترف عربي حاليا؟ حكيم زياش كمغربي بيان سور. أوكي. يوسف، من أفضل محترف مغربي حاليا؟ أفضل محترف حكيم زياش. حكيم زياش. بونو، ما أفضل تصدي لك حتى الآن في مسيرتك؟ تصدي في النهائي مع الوداد أمام الترجي. يوسف، أسوأ مباراة لك وأجمل مباراة؟ وأسوأ مباراة وما كنبقاش عاقل عليهم بطبيعة الحال. بالباو. وأجمل مباراة تا هما مين جبتي بلباو. هذيك حتى هي كانت أسوأ مباراة، ولكن قدرت أنني ننساها بالزربة. وأحسن مباراة اللي دوزت هي المباراة ضد المنتخب الإسباني، واخا لعبت فيها 15 دقيقة. اوكي. بونو، بدي تعطيني صفة حلوة بيوسف وصفة ما بتحبها بيوسف تزعجك. شخصية قوية، وهي اللي عاوناته باش اوكي يضمن المكانة ديالو في وسط واحد العالم اللي صعيب، عالم ديال كرة القدم صعيب تفرض فيه نفسك، بالاخص ملي كتكون جاي من طيب، صفة بتزعجك المغرب. بيوسف؟ والشخصية اللي عنده أنا كتعجبني. والشيء اللي ما بيعجبك فيه؟ ها؟ الشيء اللي ما بيعجبك، الصفة اللي ما بتعجبك بيوسف؟ نعاس. بضلوا نعسان. ها يوسف، صفة جيدة ببونو، ياسين بونو، وصفة مش حلوة بياسين بونو بتزعجك؟ الصفة اللي كتعجبني فيه هو كيخدم مزيان ودائما كيشوف القدام ودائما كونسونطري. شو الصفة اللي ما بتعجبك بياسين؟ الصفة اللي ما كتعجبنيش هي الماكلة. فاش كيبدا ياكل، فاش كنجلسو ناكلو انا كنسالي وخصني نجلس نتسنى 30 دقيقة عاد يساليو. ياسين بونو ويوسف نصيري. ولكن بشوية، ماشي كناكل بزاف، كناكل بشوية ماشي بزاف. غير 3 بلاطوات بارك. صاحبونا وكال.
ياسين بونو ويوسف نصيري، بدي اشكركم كثير على تلبيتكم الدعوه لبرنامج ضيفنا، وبنتمنى لكم كل التوفيق ومزيد من النجاحات والانجازات مع سيفيا وكذلك مع المنتخب المغربي، ونتمنى نشوفكم هون بمونديال قطر 2022 ونشوف المنتخب المغربي اللي تعودنا دائما نشوفه ساطع ومتألق في المستطيل الأخضر. شكرا جزيلا لك وجود لك لاثنيناتكم. يوسف، الخبراء يقولون أنك أكثر من مجرد مهاجم تقليدي، حيث أنك تتحرك دائما دون الكرة وتخلق مساحات لزملائك في دفاعات المنافسين. هل هذا ربما قد يؤثر على حضورك كهداف أول، أو ربما هل هذه المعطيات تؤثر في تطلعاتك لتسجيل أهداف أكثر؟ فاش كتبدا السيمانه كنبداو خدمه جديده اللي خصنا نخدموا على واحد الماتش. المدرب هو اللي كيعطي كيقول لنا كيفاش غنلعبوا، كيفاش غادي نديروا نهاجموا هاد الفرقه هذه، هو اللي كيعطي الخطه باش نلعبوا. وانا التحركات ديالي بلا كره، هذوك التحركات اللي خاص ضروري كتخلي الخصم انه كيعيا معاك شويه حتى هو، وما تحاولش انك تماركي ضروري، لحقاش الا فكرتي في انك تماركي في الماتش ضروري تماركي، خصك ما كتنسى اللعب وكتبقى مفكر غير في بوطو. هذا الشيء اللي كيخلي الناس كاملين كيقولوا بلا هاد اللاعب ما كيماركيش، هاد اللاعب كيماركي. كيبقى واحد لا ديفيرونس. كاين كل فرقه وكيفاش دايره. كاين فرقه اللي كتلقاها تاكتيك مراجعه اللور مزيان، كاين فرقه اللي كتخوي لك شويه. حنا كنحاولوا اننا نترينيو على حساب الفرقه كيفاش دايره، وماشي بالضروري انك غتماركي والبيت كيجي لراسو، زعما مع الخدمه كيجي بوحدو البيت. بونو، إشبيليا الآن الأقرب للغريمين ريال مدريد وبرشلونة، هل يستطيع إشبيليا هذا الموسم المنافسة على لقب الليغا بقوة وكسر احتكار الكبيرين ريال وبرشلونة؟ اولا من بدايه ديال السنه فريق بحال اشبيليا عنده طموحات، ولكن ما نقدروش نقولوا بان يعني تنافس على اللقب مع ريال مدريد وبرشلونه. كاين اتلتيكو مدريد تاولي، يعني هادو لي فرق ماديا يعني اكثر منا، ولكن اشبيليا ديما كيلعب يعني باش يفوز. وبالنسبه لينا هاد الساعه غاديين يعني مقابله بمقابله، وبشويه بشويه يعني في العام غادي نشوفوا الوضعيه ديالنا، وغادي يبان لنا الهدف احسن. اما في البدايه ديال السنه ما تقدرش يعني حيت كاين فرق اللي ماديا هما اكثر منا، ولكن بحال اللي قلت لك اشبيليا ديما فريق اللي كيلعب لي كارت ديالو، ويعني ما كيستسلمش. فاحنا كنلعبوا كاع المقابلات باش نربحوا، وعلاش لا، من هنا لاخر العام ما تقدرش تعرف اش غادي يوقع. اوكي.